حبايبي، اهلا وسهلا بيكم في قناتي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض نعمل الجزء الاول من الجيبه دي. الجيبه دي هسيب لحضراتكم النموذج بتاعها اللي احنا عملنا زيه. الجيبه جميله جدا جدا ورقيقه جدا جدا. انا متاكده ان شاء الله هتعجبكم. والخيط بتاعها ده سميك شويه اللي انا اشتغلت بيه عشان ترمي معايا بسرعه. ولون الخيط ده اللون اللي حضرتك تفضليه تستخدميه. الجيبه يعني بيهمنا فيها في المقام الاول ان احنا ناخد مقاس دوران الوسط. هو ده اللي بيبقى اهم قياس عندنا، لانه ممكن نعملها لاي سن ولاي مقاس. الحاجه التانية ان انا بحب قوي اخد من اول القمر لغايه دوران اكبر حجم اللي هو دوران الاجناب، لانه الجيبه مقسومه قسمين. قسم زي الفيست كده اللي هو الجزء العلوي من الجيبه لغايه دوران الاجناب بس، وبعد كده من دوران الاجناب لغايه الطول اللي حضرتك عايزاه بتعملي غرزه تانية. اذا الجيبه مقسومه قسمين، قسم بغرزه وقسم بغرزه تانية، وده اللي مديها الشياكه ومديها الحلاوه. زي ما قلت لحضرتك حاجة تانية كمان، ممكن القمر تعمليه مقفول، يبقى القمر كله مقفول حتة واحدة وبتعمل على مقاس الوسط، واما ان حضرتك تعمليه مفتوح، اما تحطي له سوستة واما تحطي له زرار وعروة. لكن انا بصراحة عملته من غير ما اعمل له فتحة. انا بحب قوي الجيبة اللي تبقى مقفولة قوي كده، لانه اصلا الكروشيه والتريكو بيمط ساعة اللبس. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، واتمنى كمان تنفذوه معايا وتستمتعوا بكل حاجة تعملوها بايديكم. تسلم ايديكم وعينيكم مقدما. يلا بينا بسرعة نشوف خطوات العمل. انا في البداية جاية اقول لحضرتك على فكرة، الخيط ده زي ما حضرتك شايفاه، اولا الشلة كبيرة جدا. الشلة دي ما عليهاش تيكت، ما عليهاش اي بيانات او معلومات. في شركات، انا جايبه الخيط ده من شركه اسمها شركه 6 اكتوبر. الفرع اللي انا بجيب منه فرع ميدان الجامع في مصر الجديده. ده قريب مني وانا بنزل اشتري منه. فانا كنت نازله اشتري خيط، وبعدين لقيت ده، قالت لي ده ستوكات من تركيا. الحقيقه الفتله بتاعتها عجبتني جدا جدا، وانا كنت بدور على اللون ده. وتمن الخيط بما انه ستوكات فالخيط ده رخيص، وانا كنت حابه قوي ان انا اشتغل بخيط ما فيهوش وبره. الخيط ما فيهوش وبره خالص، الخيط جميل جدا في الشغل. فانا اقصد ايه من المعلومه اللي انا بديها لحضرتك دي؟ مش شرط كل الخيوط الغاليه حلوه، مادام في خيوط في متناول ايدينا ونقدر نشتغل بيها، وانا بشتغل كتير فانا محتاجاها. فحضرتك ممكن تنزلي وتشوفي في الشركات احسن من المحلات اللي هي بتبيع قطاعي. دي شركة مخصوص للخيوط، مش بتبيع حاجة خالص غير هو الخيوط وشوية بس اكسسوارات للشنط وحاجات كده. ده اللي انا كنت حابة اقول لحضرتك عليه. وانا مع الخيط ده عشان سميك شوية انا هستخدم ابرة رقم 4. طبعا كما يحلو لحضرتك دي ابرة رقم 4 ملي، مقاسها 4 ملي. كما يحلو لحضرتك الخيوط، بس انا قلت اقول لحضرتك الفكره دي. في كمان شركات خيوط بس انا مش بنزلها، بس بسمع عنها في شركه ولاد الشرقيه، دي تقريبا في الموسكي او في الازهر. يعني في لو هتشتري خيوط الكميه بتاعتها كبيره، انصح حضرتك بانك تشوفي الاستوكات اللي نازله. وخاصه ان احنا دلوقتي في ناس كتير خلاص بتقفل خيوط الشتاء، مش بتجيب تاني، لانه برغم ان احنا في يناير بس بيعتبروا انه خلاص هيبتدوا يستعدوا للصيف. فحضرتك ممكن تنزلي وتشوفي خيوط الجملة دي هتعجب حضرتك قوي. فانا هشتغل بالخيط ده، هنشتغل زي ما بقول لحضرتك. انا هشتغل بالخيط ده وهشتغل بإبرة كروشيه 4 ملي. فانا هبتدي الاول اعمل قمر الجيبة، وعشان نعمل القمر حضرتك بتقيسي محيط دوران الوسط، بتاخدي محيط الوسط كله او دوران الوسط كله. بس لما تيجي حضرتك تشتغلي حاولي ما تكتريش عن المقاس اللي حضرتك خدتيه، خديه بالمظبوط، لانه لو القمر هيبقى واسع عليكي هتضطري تعملي حزام
او تعملي شريط بالكروشيه عشان تربطي بيه الجيبة عشان ما تسقطش من الوسط. انا باخد المقاس بتاع الوسط، باخده مظبوط جدا جدا، ده مقاس كبير مش مقاس اطفال ولا حاجة. وهناخد مقاس دوران الوسط. هبتدي اعمل غرزة البداية الاول وما بحسبهاش معايا، وبعدين هعمل 10 غرزة سلسلة يمثلوا عرض القمر. 1 وما شدش الغرزة في الاول، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت 10 غرز سلسلة، والكده بالطريقة دي من هنا لهنا يمثل عرض القمر. هبتدي السطر الأولاني. أول غرزة تحت الإبرة، تحت غرزة الإبرة، يعني غرزة الإبرة أهي، هدخل هنزل تحتها أول غرزة دي هسيبها واشتغل في الغرزة اللي بعدها، ويبقى دي تاني غرزة لأن الغرزة الأولانية بتعتبر غرزة كده، يبقى رقم 2 واللي بعدها 3 4. بعمل غرزة حشو 5 6 7 8 9 10. يبقى 10 غرز، 9 منهم غرزة حشو اللي هي الغرزة المفردة أو السنجل كروشيه، والغرزة الأولانية كانت غرزة سلسلة بحسبها بمثابة غرزة حشو برضو. السطر التاني هرتفع سلسلة وألف الشغل. الغرزة اللي تحت الإبرة على طول، أول غرزة تحت غرزة الإبرة، يعني دي غرزة الإبرة اهي، والغرزة اللي بعدها مش هشتغل فيها، هشتغل في الغرزة التانية. الغرزة التانية في حلقتين اهو، شايفين الحلقتين دول؟ هدخل في الحلقة اللي ورا وأعمل غرزة حشو سنجل كروشيه، غرزة مفردة، وكده تبقى رقم 2 لأن السلسلة حسبتها واحدة. 2 3 4 5 6. شوفي بدخل فين؟ في الفتلة اللي ورا. 7 8 9. شوفي الغرزة الأخيرة بقى هي دي اللي بتبوظ لي الشغل لو أنا سبتها، فهدخل فيها ورقم 10. يبقى عملت كده سطرين، وده عرض القمر. ممكن حضرتك تزودي، ممكن حضرتك تقللي، أنا بالنسبة لي العرض ده مناسب. طيب هرتفع غرزة سلسلة، ودي بنعدها رقم 1 في الشغل، والف الشغل واسيب الغرزة اللي تحت الإبرة على طول، واشتغل في الغرزة اللي بعدها في الفتلة اللي ورا، وعد كده يبقوا 2. ناخد بالنا في العد. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهمشي بالطريقة دي. بصوا رقم 10 راحت فين؟ راحت على آخر غرزة أنا عاملاها اللي هي غرزة السلسلة اللي ببتدي بيها السطر، وهشتغل كل القمر بالطريقة دي. ده بالنسبة لي العرض بتاعه، إما إن حضرتك تزودي زي ما قلت لحضرتك أو تقللي. أنا بالنسبة لي ده مناسب قوي في الشغل. هشتغل لغاية إمتى؟ هشتغل لغاية ما أعمل شريط طويل يمثل دوران الوسط، سواء لطفلة سواء لحضرتك، لحد كبير لحد صغير، لحد دوران الوسط بتاعه كبير لحد دوران الوسط بتاعه صغير. أي مقاس بالمزورة أو بالمتر أو بالقياس هنقيس دوران الوسط كله ونعمله.
بس ما يبقاش الشغل واسع او الدوران الوسط واسع عشان ما يسقطش، لان انا مش هعمل ولا سوستة ولا هعمل عروة ولا هعمل زرار، انا هقفل الطرفين مع بعض. وهوري لحضرتك اثناء الشغل لو حابة تعملي له زرار وعروة تعمليها ازاي. انا بالنسبة لي برضو هعمل القمر كله مقفول وبلبسها وهي مقفول وهي مفتوح، ما عنديش اي مشكلة لاني بعملها مظبوطة وبقيسها عليا او بقيسها على الشخص اللي انا بعمله يعني. هنكمل بقى وارجع لكم. وكده بعد ما خلصت القمر بتاع الجيبة، لما اجي اقسمهم الاتنين مع بعض كده هيبقى ده دوران الوسط. ده انا قلت لحضراتكم لشخص كبير لحد كبير، فده دوران الوسط. طيب في عندي بقى بالنسبة للقمر حاجة من اتنين انا هقول لكم في الاخر اللي انا هعمله. اما ان انا اطول شوية دوران الوسط بحيث ان انا اعمل دوران الوسط على القد كده، وبعدين الجزء التاني ده اتنيه كده ويبقى عروة وزرار هنا كده بالطريقة دي. واما ان انا اعمل دوران الوسط على القد بالظبط واقفل الاتنين مع بعض هنا، اقفلهم هنا. فانا بالنسبة لي دوران الوسط على القد بالظبط، فهقفل الجزء ده. طب هقفله ازاي؟ هقفله مع حضراتكم. انا ما قطعتش الخيط، هبتدي ارتفع غرزة وبعدين ادخل في اول غرزة من هنا واسحب الخيط، وبعدين اعمل غرزة منزلقة، ادخل في الغرزة اللي بعدها وادخل هنا في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة، وبنفس الطريقة الغرزة الثالثة مع الغرزة الثالثة ومنزلقة، واكمل بالطريقة دي الغرزة الرابعة مع الغرزة الرابعة، واكمل بالطريقة دي كل القمر بحيث ان انا اقفله ويبقى القمر مقفول بالنسبة لي بالطريقة دي لغاية ما اخلص القفلة كلها حبايبي. وبعد كده ما خلصت الخياطة بتاعت الطرفين مع بعض، وزي ما قلت لحضراتكم ان انا مش هعمل عروة ولا سوستة ولا اي حاجة فاتحة في الجنب، هبتدي اقلب القمر. قلبته اهو كده، وبعدين هبتدي اشتغل داير ما يدور سطر من غرز الحشو كبداية تأسيس للغرزة اللي انا هعملها او للشغل اللي انا هعمله بعد كده. طيب هبتدي ارتفع من المكان اللي انا واقفة فيه اللي هو اخر غرزة، هرتفع غرزة سلسلة، وبعدين هدخل في الغرزة اللي جنبها واعمل غرزة حشو، غرزة مفردة سنجل كروشيه اللي بعدها، وكل سطر بيقابلني كأنه غرزة فبشتغلها. يعني انا لا بزود ولا بقلل، يعني في سطر بارز كده وفي سطر في النص اهو غاطس كده والسطر اللي جنبه، فانا اشتغلت غرزة هنا واشتغلت غرزة هنا واشتغلت غرزة هنا، يعني الثلاث سطور دول 1 2 3 انا اشتغلت فيهم 3 غرز. الغرزة اللي بعدها هي بتبقى باينة كفتحات كده في الشغل، فببتدي اشتغل فيها غرزة حشو او سنجل كروشيه. اشتغل بالطريقة دي كده داير ما يدور القمر كله، ولا بشد ولا برخي ولا بزود غرز ولا بقلل غرز. لما احب ازود هقول لحضرتك هنزود. هخلص ده كله بالطريقة دي داير ما يدور الصف كله او السطر كله، وبعدين هرجع لحضراتكم بالطريقة دي كده. انا بشتغل على طول اهو غرزة وراها غرزة على طول بالطريقة دي. اكمل وارجع لكم. في الجزء الاولاني من الجيبة اللي هو الجزء من اول القمر لغاية بداية اكبر حجم، اللي هو الجزء اللي بسميه انا الفيست، هنعمل الغرزة دي لانه الجيبة منقسمة زي ما شفنا في اول الفيديو خالص، منقسمة الى قسمين. قسم بعد القمر مباشرة وفي حدود اقل من شبر،
وهنقيسه مع بعض بعد ما نخلص. فالجزء الاولاني هيبقى بالغرزة دي، وانا قصدت اجيب الغرزة مرسومة قدام حضراتكم نشرحها مع بعض على اساس انه يبقى سهل ان انا اتعلم طريقة الغرزة وكمان باترونها يبقى معايا. فانا دلوقتي بعد ما خلصت السطر الاولاني اللي هو كان غرزة حشو، وانا هوريه لكم دلوقتي، هنيجي للسطر الاولاني. اولا الغرزة دي تقبل القسمة، الاعداد بتاعتها تقبل القسمة على 8 او مضاعفات العدد 8، فلازم نظبط العدد بتاعنا بتاع القمر بعد ما عملت غرزة الحشو انه يقبل القسمة على 8 او مضاعفات العدد 8، يعني 8 16 24 32 وهكذا. السطر الاولاني هنبتدي فيه بغرزة سلسلة وغرزة حشو، وبعدين هشتغل 3 سلسلة واسيب 3 غرز تحت، وفي الغرزة الرابعة اعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة واسيب 3 غرز تحت واعمل غرزة حشو في الغرزة الرابعة، 3 سلسلة وغرزة حشو في الغرزة الرابعة، وهكذا. يا ريت ناخد الجزء الاولاني ده سكرين شوت لان الغرزة تكرار للجزء ده. طيب انا بالنسبة لي خلصت كده القمر. العدد يقبل القسمة على كام؟ يقبل القسمة على 8 مضاعفات العدد 8. هبتدي السطر الاولاني زي ما شفنا، هنرتفع سلسلة وبعدين اعمل غرزة حشو في الغرزة اللي جنبها، وبعدين هعمل 3 سلسلة، وبعدين اعد 1 2 3، وفي الغرزة رقم 4 هعمل غرزة حشو، ويبقى كأني عملت فجوة كده او فراغ. مرة تانية 1 2 3 غرزة سلسلة، وعد 1 2 3، وفي الغرزة رقم 4 هعمل غرزة حشو، 1 2 3، وفي الغرزة رقم 4 1 2 3، في الغرزة رقم 4 هعمل غرزة حشو. واحد 2 3، وبعدين اعد 1 2 3، في الغرزة رقم 4 هعمل غرزة حشو، وهكمل بالطريقة دي اهي كلها فراغات اهي لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة دي. غرزة سهلة جدا وهنشوفها مع بعض، وزي ما قلت لحضرتك هتاخدي سكرين شوت بالباترون عشان لو في حاجة وقفت قدام حضرتك تعرفي تجيبيها من الباترون. حبايبي وكده خلصت السطر الاول، وحضراتكم تعلموا جيدا ان انا لازم يبقى في امانة معاكم في الشغل. فانا كنت قايله لكم في الاول ان انا عاملة القمر على قد الوسط بالظبط. طبعا المنطقة اللي بعد الوسط بتبقى اتخن واعرض من منطقة القمر، الوسط بيبقى اصغر من منطقة اللي تحت. طيب السطر الاولاني، وده لمرونة الشغل بتاع الكروشيه اللي دايما بأكد لحضراتكم عليها، ان شغل الكروشيه مرن جدا معايا، ما هواش قاعدة ولازم التزم بيها. انا قلت لكم في الباترون شرحنا انه ما بين غرزة الحشو والثلاثة سلسلة كنت بسيب 3 سلسلة وبدخل في الغرزة الرابعة. نشوفها على الباترون، كان في غرزة حشو وبعدين بعمل 3 سلسلة واسيب 3 غرزة من تحت واعمل في الرابعة غرزة حشو. ده السطر اللي انا شرحته واللي اتفقنا عليه. طيب بالنسبة لي السطر ده القمر ده على قد الوسط بالظبط، ما ينفعش انزل تحت الوسط بنفس الاتساع، هيبقى ضيق جدا عليا مش هعرف حتى اتحرك. طب هعمل ايه؟ وده اللي هيعمله معايا الناس اللي زيي، لكن لو خلاص ده واسع بالنسبة لهم ماشي كويس خلاص هيمشوا زي الباترون اللي انا شرحته. انا هنا عملت ايه؟ بدل ما اسيب 3 غرز وادخل في الغرزة الرابعة، انا سبت غرزة واحدة ودخلت في الغرزة التانية. فاهمين الفكرة؟ يعني ما سبتش 3 غرز ودخلت في الرابعة، هيبقى ضيق جدا.
انا عايزة انزل باتساع شوية، وابتدي الغرزة باتساع شوية من تحت القمر على طول. فعملت غرزة الحشو، وبعدين سبت غرزة واحدة، وبعدين الغرزة اللي بعدها عملت فيها غرزة الحشو، وما بين غرزتين الحشو عملت 3 سلسلة. يبقى ما بين غرزتين الحشو عملت 3 سلسلة وسبت غرزة واحدة تحت، ما سبتش 3. طب نفترض برضو عشان خاطر المرونة تمشي معايا للآخر، نفترض ان انا القمر ده عايزة اعمله واسع. اعمليه بالطريقة اللي تعجبك، بس اعمليه له حزام واربطي الحزام بحيث ان انتي تكشكشي الجيبة من الوسط بالحزام ده، وحزام بيبقى زي الحبل كده من الكروشيه. اتفقنا؟ انا بالنسبة لي وسعت بقى، بص وسعت شوية ازاي. وسعت الجزء ده، هو باين حتى اهو عامل قوس، لانه وسعت من هنا عن موضوع الايه القمر. هنبتدي نعمل السطر رقم 2. في السطر رقم 2 فوق غرزة الحشو هعمل واحدة سلسلة، فوق غرزة الحشو هعمل واحدة سلسلة، واضحة؟ وفوق ال3 سلاسل في الفراغ هعمل 1 2 3 4 عمود. يبقى في الفراغ هعمل 4 عمود، وفوق غرزة الحشو هعمل غرزة سلسلة. 4 عمود في الفراغ وغرزة سلسلة فوق غرزة الحشو. تعالوا نشوفها هنا. الفراغ اهو هعمل فيه 4 عمود، وفوق غرزة الحشو هعمل سلسلة. طب هنبتدي السطر ازاي مع بعض؟ انا نهيت السطر هنا، بنهيه فين؟ بصوا اخر حاجة عاملاها ايه؟ اخر حاجة عاملاها 3 سلسلة، وهشبك في اول غرزة حشو كنت عاملاها، هعمل فيها غرزة منزلقة بالطريقة دي. طيب انا عايزة ادخل الفراغ، ابتدي من الفراغ، فهدخل اعمل منزلقة في الفراغ عشان ابتدي منه، وبعدين اعمل 3 سلسلة يمثلوا اول عمود. يبقى كده دول 3 سلسلة لاول عمود. احنا قلنا نعمل 4 عمود، يبقى كده 2 3 4. وبعدين غرزة الحشو اهي هعمل بدالها سلسلة، واخدين بالكم؟ جوه الفراغ 4 عمود، 1 2 3 4. فوق غرزة الحشو بعمل واحدة سلسلة، جوه الفراغ 4 عمود، 2 3 كده 2 3 4. وبعدين واحدة سلسلة، اسيب غرزة الحشو وادخل الفراغ، وهكذا هعمل 4 عمود في الفراغ اللي بعده، 2 3 4. وهكمل بالطريقة دي لغاية ما اخلص السطر كله. فراغ هعمل فيه 4 عمود، وغرزة الحشو هعمل فوقيها سلسلة، واكمل السطر كله بنفس الطريقة. خلصت كده السطر التاني واديت اتساع شوية. شايفة القوس اللي معمول ده معناه ان انا اديت اتساع بعد القمر عشان الجيبة تنزل شوية واسعة. وبعدين هنبتدي دلوقتي نعمل السطر رقم 3. هنشوف مع بعض السطر رقم 3. بصوا هعمل ايه. السطر رقم 3 اللي هو السطر ده، شوفوا هنبتدي من هنا. بس اشرح على الحتة دي عشان بلاش الاطراف دلوقتي. في سلسلة اهي اللي هي بعد ال4 أعمدة، هعمل فيها غرزة حشو وقبلها غرزة حشو وبعدها غرزة حشو. يعني في الجزء بتاع السلسلة غرزة السلسلة في 3 حشو، وبعدين هعمل 2 سلسلة بعد ال3 حشو، هعمل 2 سلسلة، وبعدين غرزة السلسلة التانية اللي بعد دي على طول هعمل فيها فستونة او هعمل فيها عمود، 2 سلسلة عمود، عمود
2 سلسلة عمود، وبعدين 2 سلسلة. الغرزة السلسلة اللي بعدها هعمل فيها غرزة حشو، وقبلها في العمود اللي قبلها غرزة حشو، وبعدها في العمود اللي بعدها غرزة حشو. يعني سلسلة أعمل فيها في الجزء بتاعها 3 حشو، والسلسلة اللي بعدها أعمل فيها عمود و2 سلسلة وعمود. وما بين النقلة بين الحشو وبين الجزء ده 2 سلسلة معايا. فهنشتغل الجزء ده دلوقتي. هبتدي من أول جزء السلسلة ونشوف هنعمل ايه. فأنا هعمل ايه؟ بصوا معايا كده. أنا هنا قفلت العمود، قفلت السطر، ودايما بحب أقفل السطر معاكم عشان تعرفوا أنا قفلته ازاي. أنا هنا كنت عاملة في الفراغ 4 عمود، هعمل واحدة سلسلة، وبعدين أول عمود كنت بديه 3 سلسلة، هدخل في السلسلة رقم 3 وأعمل منزلقة وأبقى قفلت السطر. طب أنا اوريدي دلوقتي على أول عمود. احنا قلنا غرزة السلسلة اللي هي الفراغ هعمل فيها غرزة حشو، وقبلها غرزة حشو، وبعدها في العمود الأولاني غرزة حشو. يعني العمود اللي هنا غرزة حشو، وفي السلسلة غرزة حشو، وفي العمود الأولاني ده غرزة حشو. فأنا خلاص اوريدي واقفة هنا، فهعمل هنا غرزة حشو. عملت كده غرزة حشو، وبعدين هرتفع 2 سلسلة واروح للسلسلة اللي في الفراغ ده وادخل فيها واعمل عمود 2 سلسلة، وفي نفس المكان عمود. شايفين ازاي؟ طيب هطلع منها ب2 سلسلة واجي للسلسلة دي. السلسلة دي هعمل في العمود اللي قبلها غرزة حشو، وفيها هي غرزة حشو، وفي العمود اللي بعدها غرزة حشو. يعني في المنطقة دي هعمل 3 غرزة حشو. فهدخل كده واعمل غرزة حشو، وبعدين في السلسلة غرزة حشو، وبعدين في العمود الأولاني غرزة حشو. بصوا عملت ايه؟ عملت 3 غرزة حشو، وبعدين انقل على اللي بعدها ب2 سلسلة واروح للفراغ اللي بعدها اللي هي السلسلة دي، وادخل اعمل عمود 2 سلسلة عمود. شفتوا ازاي؟ يعني بصوا بين دي ودي هنا عمود 2 سلسلة عمود، وبعدين 2 سلسلة بنقل بيهم، وفي الفراغ اللي التاني اللي بعدها مباشرة هعمل 3 غرزة حشو. العمود الأخير في ال4 دول هعمل فيه غرزة حشو، السلسلة غرزة حشو، وفي العمود الأولاني من الوحدة اللي بعدها غرزة حشو. وهمشي كده على طول. هنقل ب2 سلسلة، وبعدين أروح للجزء اللي هو الفراغ التاني ده. العمود اللي قبلها هعمل غرزة حشو، والفراغ هعمل فيه حشو، وأول غرزة هعمل فيها غرزة حشو. فاهمين ازاي؟ وبعدين هنقل ب2 سلسلة. دايما النقل هنا في السطر ده ب2 سلسلة، وبعدين أروح للفراغ اللي بعده وأعمل عمود 2 سلسلة عمود. وضحت الفكرة؟ نشوفها تاني على الباترون. بصوا بقى هنا عملنا ايه؟ سلسلة عملت فيها عمود و2 سلسلة وعمود اللي هو الفراغ ده، وبعدين عملت 2 سلسلة بنقل ال2 سلسلة دول للنقل، وبعدين هاجي للفراغ اللي بعدها هعمل قبلها غرزة حشو، وفي النص غرزة حشو اللي هو فوق السلسلة، وفي العمود اللي بعدها غرزة حشو. وهكرر تاني، هنقل ب2 سلسلة. دايما بنقل ب2 سلسلة.
دايما بنقل ب2 سلسلة، وبعدين اروح للسلسلة اللي بعدها اللي في النص اللي هو الفراغ اللي بعد دي، اعمل عمود 2 سلسلة عمود، وهكمل بنفس الطريقة. احنا شرحناها على الباترون وشرحناها عملي على الشغل. نعمل واحدة تاني مع حضراتكم. انا هنا خلصت الفستونة دي، هعمل 2 سلسلة انقل بيهم، وبعدين اروح للعمود الاخير في الوحدة اللي جنبها على طول، هعمل غرزة حشو والفراغ غرزة حشو، وفي العمود الاولاني غرزة حشو، انقل ب2 سلسلة، وبعدين اروح للجزء اللي بعده الفراغ اللي بعده، اعمل عمود 2 سلسلة عمود، بعدين 2 سلسلة، اروح للعمود الاخير في الوحدة دي، اعمل غرزة حشو في السلسلة غرزة حشو او في الفراغ يعني، وفي اول عمود هعمل غرزة حشو. سهلة. هنكمل السطر كله بنفس الاسلوب ده. خلصت كده السطر رقم 3، وهبتدي اعمل السطر رقم 4، وهنشوفه مع بعض في الباترون الاول. السطر بقى رقم 4 هعمل عند غرزة علامة الفي اللي هي دي، هعمل جواها 1 2 3 4 5 6 7 عمود. يبقى في علامة الفي دي جوه الفستونة دي هعمل 7 عمود، وبعدين انقل بعدها ب2 سلسلة، وقبلها برضو في 2 سلسلة، وبعدين على ال3 غرز حشو هعمل غرزة واحدة في النص حشو، وبعدين انقل ب2 سلسلة، واروح لعلامة الفي التانية او للفستونة التانية واعمل 7 عمود، وبعدين انقل ب2 سلسلة واعمل غرزة حشو في النص، وهكذا. يبقى الجزء اللي فيه 3 غرزة حشو هشتغل غرزة حشو بس في النص، والجزء اللي فيه الفستونة اللي هي على شكل علامة في دي هعمل فيها 7 عمود، والنقل كله هيبقى في كل الحالات ب2 غرزة سلسلة. اخر حاجة كنت عاملاها في السطر رقم 3 عاملة علامة الفي وبعدين نقلة ب2 سلسلة. مفروض اعمل في الجزء ده 3 غرزة حشو، فهدخل في الغرزة دي واعمل غرزة حشو، وبعدين في النص غرزة حشو، وانا اوريدي كنت عاملة غرزة حشو في السطر في بداية السطر اللي فات، فهدخل فيها واعمل غرزة منزلقة بالطريقة دي. طيب انا دلوقتي عايزة اروح للجزء ده. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هدخل واعمل منزلقة لغاية ما اروح للفراغ. كل ده انا عشان وصلت كده للفراغ هعمل منزلقة فيه، يبقى انا وصلت من اول السطر لغاية الفراغ بتاع علامة الفي او بتاع الفستونة دي. وبعدين هبتدي اعمل فيها ال7 عمود. اول عمود على شكل 3 سلسلة، يبقى كده اول عمود 2 3 4 5 6 7. يبقى عملت 7 عمود في علامة الفي اللي جوه دي، وبعدين هنقل ب2 سلسلة، وبعدين ادي ال3 حشو اهم. هدخل في اللي في النص بس واعمل غرزة حشو، وبعدين انقل ب2 سلسلة، واعمل 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين انقل ب2 سلسلة، واروح في النص هنا اعمل غرزة حشو فوق الغرزة اللي في النص. بصوا ماشية ازاي بقى؟ يعني انا بشتغل كله في الوحدات اللي فيها علامة الفي، وكله بعمل فيه 7 عمود، والغرزة ال3 غرز اللي في النص بتوع الحشو بعمل فيها غرزة واحدة بس في النص، والنقل كله ب2 سلسلة. اعمل معاكم واحدة تاني. هنقل ب2 سلسلة
وبعدين اروح لعلامة الفي اهي، هدخل فيها واعمل 7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين انقل ب2 سلسلة، وفي ال3 غرز الحشو هروح في الغرزة اللي في النص بس واعمل فيها غرزة حشو. هكمل السطر كله بالطريقة دي، وابتدت تكبر معايا وابتدت الصورة توضح معايا. خلصنا كده السطر الرابع، وهنروح للسطر رقم 5. هنقفل السطر انا هنا عملت 2 سلسلة بعد ما عملت غرزة الحشو في النص، وهقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 3 في العمود الاولاني، وابقى كده خلصت السطر. طيب السطر الخامس هنشوف الباترون بتاعه الاول برضو، وبعدين نبتدي نشتغل. السطر رقم 5 خلصنا كده السطر رقم 4. السطر رقم 5 الوحدة اللي فيها 7 عمود هعمل 2 عمود على اول 2 عمود، ادي عمود وادي عمود، واخر 2 عمود هعمل عليهم 2 عمود برضو، يبقى 4 أعمدة من 7، 2 في الاول و2 في الاخر. طب من ال7 يتفضل كام؟ يتفضل 3 عمود، 1 2 3. هشتغل فوق كل عمود غرزة حشو، يبقى ال7 بقوا 2 عمود، 3 حشو، 2 عمود، وبعدين 2 سلسلة واعيدها تاني. يعني ما عنديش حاجة غير الوحدة دي هي اللي مكررة، 2 عمود، 3 حشو، 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، 3 حشو، 2 عمود، 2 سلسلة، وهكذا. انا هنا خلاص انا واقفة عند العمود الاولاني، فهرتفع 3 سلسلة يمثلوا العمود الاولاني، وبعدين اشتغل فوق العمود التاني، اشتغل عمود، وبعدين 3 غرزة حشو فوق ال3 أعمدة اللي بعد كده، 1 2 3. وبعدين العمودين اللي في الآخر هشتغل فوقيهم عمودين، 1 2. وبعدين 2 سلسلة، وعيد تاني فوق العمود الأولاني عمود، فوق العمود التاني عمود، وبعدين غرزة حشو، غرزة حشو، غرزة حشو، وبعدين عمود عمود، وبعدين هكمل بنفس الطريقة، هطلع ب2 غرزة سلسلة واكمل السطر كله بنفس الطريقة دي. حبايبي كده بعد ما خلصت السطر رقم 5، وده السطر الأخير في الوحدة. بعد كده لما هنيجي نكرر مش هنكرر ال5، بنكرر 3 بس، يعني الغرزة هتبتدي تسهل بعد كده. فأنا هنهي السطر ده مع حضراتكم. أنا هنا كنت عاملة فوق ال7 أعمدة دول في السطر الخامس عملت 2 عمود، وبعدين 3 غرزة حشو، وبعدين 2 عمود، وبعدين مفروض بعمل 2 سلسلة، وبعدين بدخل في السلسلة رقم 3 وبعمل غرزة منزلقة، ويبقى كده انتهى معايا السطر رقم 5. طيب هنشوف بقى بعد كده نبتدي الوحدة ازاي وهتاخد معايا كام سطر، وبرده ده هنشوفه من خلال الباترون.
ده السطر اللي احنا كنا شغالين فيه، السطر ده. فانا هشتغل بقى السطر اللي بعده، وده بداية وحدة. بصوا هشتغل الوحدة من كام سطر. هشتغل الوحدة اللي فيها غرزة الفي او وحدة الفي، والسطر التاني ان انا بملى الفي بالسبع اعمدة، وبعدين السطر اللي بعده اللي هو بعمل 2 عمود في الاول و2 عمود في الاخر وبينهم 3 عمود، اللي هو كان بالنسبه لي دلوقتي السطر الخامس في نهايه الوحده. يعني ال3 سطر دول، ال3 اسطر دول هما اللي هبتدي اكررهم لغايه ما اوصل لغايه اكبر حجم في الجسم اللي هو دوران الاجناب. يعني انا هوصل لغايه دوران الاجناب، وابتدي اعمل بعد دوران الاجناب هعمل غرزه جديده خالص. فاحنا هنخلص بس الجزء الاولاني اللي هو لغايه دوران الاجناب. فانا هبتدي دلوقتي اعمل السطر اللي هو الرقم 6 اللي هو بدايه وحده جديده. طب هشتغل فيه ازاي؟ شايفين حضراتكم الوحده اللي فيها 2 عمود و3 غرزه حشو و2 عمود؟ انا هشتغل فوق ال3 حشو 3 حشو برضو، بس قبلها بنقل ب2 سلسله وبعدها بنقل ب2 سلسله. يبقى ال3 حشو هستغنى عن ال2 عمود وال2 عمود واعملهم 2 سلسله و2 سلسله. وبعدين غرزه ال2 سلسله اللي كنت بعملها هعمل فيها وحده جديده اللي هي وحده علامه الفي، اللي هي العمود وعمود وبينهم 2 سلسله. واخدين بالكم من الفكره؟ طبعا الباترون قدامي بيبقى حلو قوي قوي ان انا اشتغل منه، فانا هشتغل من الباترون ده مره تانية فوق ال3 غرز حشو. هعمل 3 حشو قبلهم 2 سلسله بعدهم 2 سلسله، وجوه ال2 سلسله بعمل علامه الفي. تعالوا مع بعض نشوف. انا عندي هنا ال2 العمود هتنقل من خلالهم بغرزة منزلقة كده عشان اوصل لغرز الحشو. خلاص انا كده وصلت لغرز الحشو دي، عايزة ابتدي من عندها. فهبتدي هنا اعمل غرزة حشو رقم 1، واللي بعدها رقم 2، واللي بعدها رقم 3. يبقى عملت فوق ال3 حشو عملت 3 حشو، وبعدين هتنقل ب2 سلسلة، وفي الفراغ اللي فيه 2 سلسلة هعمل عمود اتنين سلسلة وعمود في نفس المكان اللي هي الوحدة اللي على شكل علامة في أو حرف في. طيب هنا دلوقتي عايزة اتنقل من الوحدة دي للوحدة دي، بتنقل ب2 سلسلة 1 2. هسيب العمودين دول والعمودين دول، هشتغل بس جوه فوق غرز الحشو هشتغل غرز حشو برضو 3 2 3. هتنقل من الوحدة دي للفراغ ب2 سلسلة، وادخل جوه الفراغ واعمل عمود 2 سلسلة عمود 2 سلسلة انقل بيهم، بعدين لل3 حشو بسيب ال2 عمود ولل3 حشو بعمل 3 حشو برضو 1 2 3 2 سلسلة، وبعدين في الفراغ اللي هو 2 سلسلة ده اعمل فيه عمود 2 سلسلة عمود، واشتغل بالطريقة دي لغاية ما اخلص السطر كله. وهنكمل بعد كده نشوف الوحدة السطر التاني نعمله ازاي لغاية ما نفهم الوحدة، وبعد كده نكمل لوحدنا. خلصت كده السطر وعملت اخر وحدة اللي هي على شكل حرف في. هبتدي اعمل ال2 سلسلة اللي بنقل بيهم دايما، وبعدين انا كنت بادية السطر بغرزة حشو في الوحدة دي، فهدخل في غرزة الحشو وهعمل غرزة منزلقة، ويبقى خلصت كده السطر. واللي جاي كله هيبقى تكرار. فلو شفنا الباترون مع بعض، انا دلوقتي خلصت السطر ده. السطر اللي بعده حاملة الوحدة بتاعت حرف في ب7 غرزة عمود،
وهنقل ب2 سلسلة من الناحية دي و2 سلسلة من الناحية دي، وعلى ال3 حشو هعمل واحدة بس في النص. نفس خلاص التكرار. احنا هنبتدي نعيد الغرزة، والغرزة بتتعاد من 3 أسطر اللي هو السطر ده وده وده. احنا خدناهم، مفروض ان احنا خدناهم سكرين شوت. فال3 دول بس اللي انا هقعد اكررهم لغاية ما اوصل لأول دوران الأجناب، لان من بعد دوران الأجناب انا هبتدي غرزة جديدة وهبتدي اوسع تاني بالجيبة. يعني كأن الجيبة دي او التنورة دي او الجونيلا دي مقسومة قطعتين، قطعة قبل دوران الأجناب وقطعة بعد دوران الأجناب. فانا بس هبتدي مع حضراتكم ده، والجزء دوت انا هبتدي فيه من اول الاجزاء دي، وهنشوف مع بعض ازاي نملأ ال7 وحدات. كده هدخل لغرزة الحشو اللي في النص، اعمل فيها منزلقة عشان ابتدي من عندها. هعمل غرزة سلسلة واعمل فيها غرزة حشو، يبقى البداية من هنا. وبعد غرزة الحشو هبتدي اعمل 2 سلسلة اتنقل بيهم، وبعدين هروح لحرف الفي، للوحدة اللي فيها حرف في، واعمل فيها 7 عمود. 1 2 3 4 5 6 7، واعمل 2 سلسلة انقل بيهم، وفي ال3 غرزة حشو. في الغرزة اللي في النص بس هعمل غرزة حشو، 2 سلسلة انقل بيهم، واروح للوحدة اللي بعدها. في الوحدة اللي هي علامة في بعمل 7 عمود. 2 3 4 5 6 7. اتنقل ب2 سلسلة غرزة الحشو اللي في النص واعمل غرزة حشو، وهكمل السطر كله بالطريقة دي. بعد ما اخلص السطر ده هنهي السطر التالت بقى والسطر ده، وابتدي بقى اكرر تاني. خلاص كده حضراتكم مفروض فهمتوا الغرزة، وتاخدوا الوحدة دي تاخدوها سكرين شوت. حاول ابينها لكم كده على اساس ان حضراتكم تبقى قدامكم الصورة. حبايبي هنا انا خلصت الجزء الاولاني بتاع الجيبة او التنورة او الجونيلا زي ما تحبوا تسموها، وانا قلت هعمل لغاية ما اوصل لدوران الجناب اللي هو بنسميه دوران اكبر حجم. دوران اكبر حجم اللي هو دوران الجناب. طب انا عملت كام سنتي من تحت القمر؟ عملت من تحت القمر 20 سنتي، من اول تحت القمر على طول لغاية الديل اللي انا عملته ده 20 سنتي. القمر كان كام؟ القمر كان 4.5 سنتي. يبقى القمر كان 4.5 سنتي، والجزء اللي تحت القمر لغاية آخر جزء أنا عملته 20 سنتي، يعني كله على بعضه 24 سنتي. طبعا المقاس ده مش هيبقى لينا كلنا ستاندر، كل حد حسب طول الست أو البنت أو الشخص ما اللي احنا هعمله. دوران أكبر حجم ده هنوصل له ازاي؟ يعني هنوصل بكام سنتي؟ فعشان كده لازم المقاس، لازم ناخد طول دوران أكبر حجم من أول الوسط لغاية دوران الأجناب، بنشيل منه بس الحتة بتاعت القمر والباقي هو اللي بنشتغله الغرزة. طيب ده الجزء الأولاني. الجزء التاني غرزة مختلفة تماما، مختلفة خالص عن الجزء ده. طب أنا هفصل ازاي بين الغرزتين عشان ابتدي الجزء الجديد؟ هفصل برضو حسب الباترون اللي موجود عندي. الباترون اللي موجود عندي انا نهيت بالسطر ده، السطر اللي هو فيه ايه؟ فيه 2 عمود، في وحدة فيها 2 عمود، 3 غرزة حشو، 2 عمود، وقبلها سلسلة وبعدها سلسلة، 2 سلسلة يعني. طيب السطر بتاع السلاسل ده كله، كل السلاسل عبارة عن 3 سلاسل، كله ده 3 سلاسل. طيب ال3 سلاسل الاولانيين اولهم غرزة حشو على غرزة الحشو الاولى في الوحدة اللي تحت دي، واخرهم غرزة حشو في الوحدة في الغرزة الثالثة.
يعني فوق غرزة الحشو الأولانية هعمل غرزة حشو، فوق غرزة الحشو الأخيرة هعمل غرزة حشو، ما بين غرزتين الحشو اللي عملتهم 3 سلسلة. طيب هنقل من غرزة الحشو الأخيرة دي ب3 سلاسل، هروح للفراغ اللي هو 2 سلسلة أعمل عليه غرزة حشو. يعني أنا مش هشتغل غير بغرز حشو، وبين غرز الحشو 3 سلسلة، 3 سلسلة دول ثابتين وغرز الحشو ثابتين. طيب هي بس غرز الحشو هتتعمل فين؟ غرزة حشو فوق الغرزة الأولى، غرزة حشو فوق الغرزة الأخيرة بينهم 3 سلسلة، غرزة حشو فوق الغرزة الأخيرة، غرزة حشو في الفراغ بينهم 3 سلسلة، وهكذا. فاهمين الفكرة؟ حضراتكم واخدين دي سكرين شوت، يعني هتفهموا الكلام أو تطبقوا الكلام اللي أنا بقوله على الباترون نفسه. تعالوا نطبق على الشغل بقى. ده السطر اللي أنا بتكلم عليه، اللي فيه 2 عمود و3 غرزة حشو و2 عمود أهو. بصوا هعمل إيه؟ فوق غرزة الحشو دي هعمل غرزة حشو، دي رقم 1، وفوق غرزة الحشو رقم 3 دي هعمل غرزة حشو، يعني غرزة حشو فوق الأولى وغرزة حشو فوق التالتة، بينهم إيه؟ بينهم 3 سلسلة. طيب فوق هنا غرزة الحشو اللي أنا عملتها الأخيرة، وده الفراغ هعمل فيه غرزة حشو، بين الاتنين هعمل إيه؟ 3 سلسلة. فاهمين الفكرة؟ تعالوا نشتغلها ونفهمها أكتر. أنا بحاول أفهمكم الغرزة ماشية ازاي، عشان ما تبقوش مستنيين كل حركة انا بعملها عشان تعملوا زيها، لا تبقوا فاهمين انا بعمل ايه. بصوا بقى، انا عايزة ادي الوحدة بالنسبة لي، انا قفلت السطر وعايزة الوحدة دي اشتغل عليها. دي اول غرزة حشو ودي اخر غرزة حشو، فانا همشي لغاية اول غرزة حشو زي ما اتفقنا بغرزة منزلقة. ادي اول غرزة منزلقة اهو، وبعدين هروح للغرزة الحشو الأولانية. شايفين غرزة الحشو الأولانية فين؟ أدي ال3 حشو اهم. هروح للأولانية أعمل منزلقة عشان أبتدي من عندها، وبعدين أبتدي غرزة سلسلة وأعمل فيها غرزة حشو، وبعدين هعمل 3 سلسلة، وبعدين الغرزة التالتة 1 2 3، الغرزة رقم 3 هعمل فيها غرزة حشو. فاهمين بقى أنا عملت إيه؟ شايفين الحتة دي؟ أهي غرزة الحشو الأولى وغرزة الحشو التالتة وبينهم 3 سلسلة، وبعدين هعمل 3 سلسلة واروح للفراغ اللي هو ال2 سلسلة هعمل فيه غرزة حشو. ده اللي أنا شرحته على الباترون بالظبط. سهلة؟ أهي. طيب هعمل 3 سلسلة، هتنقل ب3 سلسلة واروح لغرزة الحشو الأولانية في الوحدة اللي بعدها اللي هي دي، واعمل غرزة حشو و3 سلسلة، واروح لغرزة الحشو رقم 3 واعمل 3 سلسلة. سهلة؟ وفراغ غرزة حشو. شوفوا ماشية ازاي؟ ده اللي انا حكيته على الباترون بالظبط كده. وبعدين 3 سلسلة، واول غرزة حشو هعمل فيها غرزة حشو و3 سلسلة، وغرزة الحشو رقم 3 غرزة حشو تانية اهي و3 سلسلة، والفراغ غرزة حشو. خلاص كده اتحفظت واتفهمت ومعايا الباترون، نقدر نرجع له في اي وقت. هكمل السطر كله وارجع. وصلت كده لاخر السطر وعملت ال3 سلسلة، كنت عاملة غرزة حشو في الفراغ، ودلوقتي هقفل السطر بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا عاملاها. هدخل في الغرزة كده اللي كنت عاملاها سلسلة، وبعدين اعمل غرزة منزلقة وابقى خلصت السطر. تعالوا مع بعض نشوف السطر التاني اللي هنقفل بيه الجزء ده هيبقى عبارة عن ايه. انا عملت السطر ده دلوقتي، ده اللي خلصناه، ده السطر اللي احنا خلصناه دلوقتي. السطر التاني هاجي في وسط اي فراغ، شايفين في وسط اي 3 سلاسل هعمل غرزة حشو. شايفين الغرزة دي؟ فوق اي 3 سلاسل هاجي في النص واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل 2 سلسلة، وبعدين غرزة بيكو من 3 سلسلة، وبعدين غرزة حشو في ال3 سلاسل اللي بعدهم. يعني بصوا ادي 3 سلاسل اهم، وادي 3 سلاسل اهم،
غرزة حشو هنا وغرزة حشو هنا. بين غرزتين الحشو دول هعمل ايه؟ هعمل 2 سلسلة وغرزة بيكو. فاهمين الفكرة؟ 3 سلسلة فوقيهم غرزة حشو، 3 سلسلة اللي وراهم على طول فوقيهم غرزة حشو، بين غرزتين الحشو 2 سلسلة وغرزة بيكو. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. يعني انا عندي دلوقتي ادي سلسلة اهي، 3 سلاسل اهم و3 سلاسل اهم. شوفوا هعمل ايه. انا عايزة ابتدي من اول 3 سلاسل، من اول فراغ اللي هو ده، فهدخل فيه. انا عند اللي قبله على طول هدخل فيه وهعمل غرزة منزلقة عشان ابتدي من عنده، وبعدين ارتفع غرزة سلسلة عشان ارتفع بالسطر، وبعدين غرزة حشو. ادي اول غرزة حشو، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين 3 سلسلة هقفلهم غرزة بيكو. 1 2 3. وفي اول غرزة 1 2 3 في اول غرزة هقفل بغرزة بيكو، وبعدين اروح للفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. شايفين ازاي؟ بالطريقة دي. مرة تاني هعمل 2 سلسلة، وبعدين 3 سلسلة، وفي اول غرزة سلسلة بقفل بغرزة حشو، يبقى عملت غرزة بيكو، وبعدين اروح للفراغ اللي بعده. سهلة جدا جدا اهي. شايفين شكلها ازاي؟ واحدة تاني بعمل 2 سلسلة، وبعدين اعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وفي الغرزة الاولانية خالص اللي ابتديت بيها بعمل غرزة بيكو اللي هي غرزة حشو. بقفل ال3 سلاسل مع بعض، بقفل كلمة غرزة بيكو يعني بقفلهم مع بعض، وبعدين اروح للفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. كل السطر هعمله بالطريقة دي. واحدة تاني، 2 سلسلة، 3 سلسلة، غرزة بيكو في اول غرزة عملتها، وبعدين غرزة حشو. هكمل السطر كله بالطريقة دي، وده كده هيبقى اخر سطر ليا في الجزء اللي هو وصلته لدوران الاجناب بالظبط كده. هخلصه وارجع لكم حبايبي. وكده خلصت الجزء الاول من الجيبة او الجونيلا. ان شاء الله هنعمل مع بعض جزء تاني نكمل بيه الجيبة، لانه الفيديو بتاع الجزء الاولاني طول قوي، وانا مش عايزاكم تزهقوا كمان، ما يبقاش حمل عليكم ان انتوا تتفرجوا على كل المدة دي. فان شاء الله جهزوا بس انتوا الجزء الاولاني اللي احنا خدناه ده او اللي احنا عملناه ده، وقريب قوي على طول ان شاء الله نبتدي في الجزء الثاني، وهتعجبكم جدا. الموديل هيعجبكم قوي قوي، انا متأكدة ان شاء الله. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. حابة اشكركم كلكم على دعمكم لقناتي وعلى اشتراككم فيها وعلى كل كومنتاتكم الحلوة على راسي من فوق، وعلى كل كلمة حلوة بتشجعوني بيها وبتقولوها لي. ميرسي حبايبي، بحبكم كلكم. ثانك يو. باي باي.